طبعا انا بعتذر جامد للعيبه اللي انا هذكر اسمها دي. اعتذر لها جامد. بس دي مشكلتكم ان انتوا انتقلتوا لفرقه تانية، يعني هو نص لعيبه الدوري المصري كلهم لا تصلح اصلا لممارسه نشاط كره القدم، بس حظكم ان انتوا انتقلتوا لفرقه جديده، فانا مش لاقي فكره فيديو فقلت هعمل عليكم الفيديو ده، يعني معلش يعني هي رخامه. مساء الخير، يا رب تكون بخير، شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك ويلا بينا نبدا. طبعا خلص الدوري اللي هو اغرب دوري شفته في حياتي في اي مكان في العالم من ساعه ما اتولدت، سواء من الغاء الهبوط لماتشات من غير فار لعدم خصم نقط بعد الانسحاب. بس انا مش جاي اتكلم في كل ده، يعني انا جاي اتكلم في اسوأ الصفقات في الموسم، ونظرا لمراعاة المشاعر يعني انا مش هرتب، فاهم؟ يعني بص انت ومزاجك كده رتبهم في الكومنتات، يعني انا مستني رايك بعد ما نقول اسماء ترتب لي في الكومنتات ايه اسوأ الصفقات. هنمسك كل فريق حسب مركزه ونقول اسوأ الصفقات، فمن الاول للاخير. فقبل ما نبدا، لايكك الحلو وسبسكرايبك الاحلى، ولو عايز نتكلم تعالى على الفولو على الانستجرام في السريع كده. نبدا بالاهلي. الاهلي عمل واحده من اغرب الصفقات اللي انا شفتها في حياتي وفي تاريخ الاهلي كله، هي صفقه عمر الساعي. مش تقليلا من عمر الساعي والله، بس هو انت على اي اساس اتعاقدت معاه؟ يعني ليه؟ انت حرفيا انت خسرت فلوسك، واللعيب خسر بدايته اللي ما كانتش واو، يعني هو كان لعيب حلو بس مش واو. يعني انت لو رجعتنا بالزمن ل 2018 صلاح محسن ساعتها كان واو، لعيب عنده 19 سنه بينافس على هداف الدوري، عندك حق. بس بعد كده فشل معاك، تروح انت عامل نفس الغلطه تاني ومتعاقد مع لعيب ما قدمش الاداء اللي هو الخرافي حتى مع ناديه الاصلي، وتجيبه لاقوى فريق في افريقيا اللي هو اكتر فريق قاعده جماهيريه في مصر او في الوطن العربي، اللي هو لو لعيب شرب بقه ميه زياده بتتعرف عادي، بتنزل في اخبار وكل حاجه. فبصراحه كانت صفقه غلط من لجنه التعاقدات من النادي الاهلي، ادت لخساره فلوس وخساره شغف لعيب. عمر الساعي لعيب حلو، انا ما انكرتش ده، بس انت حرفيا قتلت شغفه اللي كان لسه بيبدا اصلا. نيجي لتاني صفقه، يوسف ايمن. هو برضه يوسف ايمن مش الصفقه وحشه عشان هو وحش، لا انت جبته ليه اصلا؟ يعني انت جايبه عشان تديله فرصه، ده اكيد. انت لسه بقى يا محمد عبد المنعم وعايز سيرد باك، انما انت لعبته كام ماتش؟ ماتش واحد يا ظالم، ماتش واحد وخرج بين الشوطين، يعني انت برضه دمرت نفسيته. انا مش عارف بصراحه الاهلي كان بيفكر في ايه في الصفقتين دول. كولر بصراحه يعني هو كان ظلم لعيبه كتير، ولو حابين نعمل فيديو عن لعيبه كتير كولر ظلمها قولوا لي في الكومنتات. بيراميدز، عبد الرحمن مجدي، دي صفقة غريبة جدا. ليه صفقة غريبة وتعتبر من أغبى الصفقات اللي شفتها في حياتي؟ أنت اشتريت لعيب من الإسماعيلي اللي هو ظروفه كانت صعبة، الإسماعيلي ذات نفسه سواء جهاز فني بقيادة الله يرحمه كابتن إيهاب جلال أو جمهور الإسماعيلي كان قرفان من عبد الرحمن مجدي أصلا، ومن تعليقه على الكورة وعدم التركيز. سيبك انت من كل ده، الملعب بيحكم. عبد الرحمن مجدي لعب 23 ماتش، جاب 3 اجوال، عمل اسيست واحد. طب ده وهو بيلعب في بيراميدز. طيب محمد خطاري لعب الاسماعيلي، لعب 22 ماتش، جاب جونين وعمل اسيست. اه والله يعني فاهم، يعني الفرق بين لعيب في المركز الثاني ولعيب كان في المركز اللي قبل الاخير فرق جون واحد بس في مساهمه. يروح للزمالك طبعا رقم واحد مش لاعب. انت رايح تتعاقد مع محمد عنتر بولندي من الاخر، يعني ده اقرب وصف بصراحه انا شفته، ومش شايف فرق بجد بين محمد عنتر ومش لاغ غير ان ده بولندي وده مصري، نفس طريقه اللعب بالملي. حتى في الفيديوهات بتاعته قبل ما يجي الزمالك هو لعيب سريع فشخ، يعني هي لو بالسرعه ده تراوري احسن لعيب في العالم مثلا، يعني لو عايزين نتكلم على السرعه بقى. محمد حمدي، ليه تم التعاقد مع محمد حمدي؟ يعني انت عندك احسن باكين شمال في مصر فتوح وبنتاي، ايه لازمتها تجيب باك شمال تالت؟ طب هات سترايكر، طب هات لك باك يمين، لا هجيب محمد حمدي. واحد يجي يقول لي ما انت عارف ان احمد فتوح كان عنده مشكله ساعه القضيه اللي حصلت، وبنتاي كان لسه متعاقدين معاه جديد ومش عارفين مستواه. يعني انت بنتاي مش عارف مستواه اللي انت جايبه من فرنسا من سانت تيان، ومحمد حمدي اللي انت جايبه من انبي عارف مستواه؟ لا بصراحه احييك على طريقه التفكير والسؤال المنطقي اللي انت بتساله، يعني جاوب على نفسك وبرد عليا. عمر فرج، لا مش ده يا حبيبي، عمر فرج ده ايوه الفلسطيني. طيب انت الزمالك راح يتعاقد معاه من الاخر عشان يكون معاه لاعب فلسطيني كان بيلعب في اوروبا في مركز المهاجم زي ما الاهلي كان جايب اسامه ابو علي. طب هل هو مناسب ليك اصلا؟ ما اعرفش، هجيبه خلاص زي السنه اللي فاتت لما اشتريت ياسر حمد برضه. حرفيا مشكله اداره الزمالك انها عايزه تعمل زي اداره الاهلي بالظبط. نروح للمصري البورسعيدي. المصري خسر جناح كان جيد لحد ما اسمه غلاس قناوي، فطبعا كان لازم يعوضه، وخصوصا انه كان هيشارك في الكونفدراليه. راح شاري احمد القرموطي، يعني عن طريق احمد القرموطي. شوف القرموطي كان هيحطها زي القراميط هيجو. احمد القرموطي لعب 19 ماتش، نصهم كان اساسي، المفروض هو مركزه جناح، ما عملش اي حاجه غير انه خد انذار واحد. طيب فكك من القرموطي، احنا عايزين حارس بديل، راح متعاقد مع محمود حمدي، خسرهم 7 نقط لوحده باخطاء غريبه.
7 نقط دي كانت تخلي المصري ينافس اصلا ساعتها على الدوري، خلي بالك. طب سيبك من محمود حمدي، نص الملعب المصري خسر معتز زدان، فالمفروض انت هتيجي تعوضه باجنبي، رحت شاري صمادو. مين صمادو؟ نص ملعب منتخب بنين. طب مين منتخب بنين ده اصلا؟ شفت منتخب بنين هو دكه اصلا هناك. طب هو ايه منتخب بنين ده اصلا عشان هو يبقى دكه هناك وتقول لي لعيب دولي؟ طب دي حاجه ما يعني نعديها. اداؤه في الملعب يا سيدي صمادو بسم الله ما شاء الله بنسبة 80% مساهم في الأهداف اللي دخلت المصري، اللي خرجته من بطولة كأس مصر وخرجته من بطولة الكونفدرالية. يعني هو صمادو حرفيا معلوماته عن كرة القدم ان هو حجز خماسي، فاهم؟ مش لازم بقى يدافع، مش لازم اي حاجة، هو بيعمل اللي هو عايزه، فاهم؟ طيب المصري كان خسر الياس الجلاصي وباعه عشان خاطر سنه كبر وتقل في الملعب، فالمصري طبعا لازم يعوضه. فتخيل يعوضه مين؟ خالد الغندور. لا مش ده عجوز، لا خالد الغندور ده اللي عنده 34 سنة. طيب خالد الغندور شارك في 12 ماتش منهم 9 اساسي. عمل ايه بقى؟ جاب جول وعمل اسيست واخد 5 انذارات. انا ما شفتش بلاي ميكر في حياتي بياخد 5 انذارات. طيب المصري عايز مهاجم اجنبي، راح جايب بابا بادجي. طيب ما بيعرفش يجري بالكوره، وده بجد والله العظيم مش بتريق. هو لعب 16 ماتش جاب 3 جوال كلهم في ماتش واحد اللي هو ماتش بتروجيت، واقسم بالله ده اكتر هاتريك ضحكني في حياتي. يعني اتفرج عليه بجد، ده هاتريك يضحك. نروح للبنك الاهلي وسيراميكا. بصراحه الفرقتين دول ما بيعملوش صفقات وحشه، بالعكس دول انجح فرقتين بشوفهم بيعملوا صفقات في الدوري. نروح لفاركو. فاركو ما تعاقدش غير مع زوير المترجي وقدم اداء كويس، لكن اصاباته كانت كتيره قوي. بتروجيت عمل موسم حلو قوي برضو، ما تعاقدش مع لعيبه كتير بصراحه، ودي ميزه في نادي بتروجيت ومدربهم كابتن سيد عيد. طيب حرس الحدود، محمد فاروق ده اوحش موسم لمحمد فاروق شفته من ساعه ما بدات يلعب كوره. ما اعرفش ايه اللي حصل له الموسم ده، ولا منكم انتوا يا بتوع المراهنات. بمناسبة موضوع المراهنات ده، انا في موقع كلمني وكان عايز يعلن عندي في الفيديوهات. هو انا اول حاجه انا استغربت ان انا ما كملتش 5000 سبسكرايب لحد دلوقتي، يعني وانت مش عامل سبسكرايب، فدي حاجه زعلتني اكتر. بس تاني حاجه انا استحاله اقبل بحاجه زي دي، يعني فيا ريت لو انت بتتفرج من بتوع المراهنات فبطل ملاكه، يعني فاهم؟ لان انا انا انسان محترم والمال الحرام ما بيدومش، فاهم؟ واي حد من اللي عندي اللي هم بيلعبوا مراهنات، لو انت بتلعب مراهنات صدقني انت بتخرب حياتك وبتخسر اخرتك بنفسك، فيا ريت تبعد عن الطريق ده. نرجع لموضوعنا تاني. وبصراحه الجونه ما عنديش تعليق عليهم، يعني الكابتن علاء عبد العال اي لعيب معاه يبقى كويس، لان هو حرفيا بيدافع بال11 لعيب، فما فيش لعيب يبقى وحش. نروح لطلائع الجيش. اسلام محارب برضو ده اسوأ موسم انا شفته ليه من ساعه ما بدأ. لعب 19 ماتش من غير مساهمه وخد 3 انذارات وطرد. نروح لانبي، وانبي بصراحه تمام، يعني كل صفقاتهم زي الفل. نروح لسيد البلد اللي باع مابولولو وبنجامين بواتينج، فطبعا كان المفروض يعوضهم باجانب. راح مسؤول الاتحاد راحوا ادغال افريقيا كده، جاب لك كام لعيب كده بيلعبوا فاهم حوالين بحيره فيكتوريا، وقال لك دول لعيبه كوره، فاهم؟ شوفهم كده سمر البشره، مش هقول كلمه تانية عشان ما حدش يقول عليها متنمر. انا ما شفتش لعيبه محترفه كده في حياتي، يعني هم تقريبا بعد كل ماتش بياخدوا 200 جنيه وجبه. طب سيبك من الاجانب اللي الاتحاد اتعاقد معاهم، فادي فريد المفروض هيعوض مابولولو، ففادي فريد ما عملش حاجه، راح الاتحاد جاب شكري نجيب. طب انت بايع مابولولو عشان تكسب فيه ماديا وهو سنه كبير، طب انت راح تجيب لعيبه سنها كبير برضه. يعني انت عارف اصلا الفكره اللي هي، عارف الصوره اللي هو يخرج كريستيانو وينزل ماجواير. شكري نجيب شارك في 16 ماتش جاب جول واحد. نروح لفادي فريد لعب 22 ماتش جاب جونين وعمل اسيستين. دول مش ارقام استرايكرين خالص، يعني بجد لما الاتحاد يكون مسجل 14 جول بس في الدوري دي مصيبه. يعني الاسماعيلي لهم ظروفه دي مسجل 18 جول، فبجد الاتحاد السنه دي علامه استفهام كبيره. ومن مكان ده التحيه للزعيم عادل شكل وحميدو. نروح لكينج الصفقات غزل المحله. ليه كل اللعيبه دي حرفيا ده انا ممكن اعمل فيديو لوحدهم. خد عندك يا سيدي محمود وادي، محمد حمدي زكي، حسام جريشه، ابراهيم حسن، كل دي صفقات للهجوم. اصغر واحد فيهم عنده 28 سنه، وازاي تشتري لعيب اسمه محمد اشرف بن شرقي لعب 22 ماتش ولا عمل جول ولا عمل اسيست؟ ده مش بن شرقي، ده بن احا. فانا بقول كفايه كده يعني. بس لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير بالحب كده، فاهم؟ وتعالى اعمل لي فولو على الانستجرام يا عم ونتكلم، وبس كده. السلام عليكم.